في مكة المكرمة قبل أكثر من 1400 سنة ولد رجل سيخلد تاريخ اسمه بلال بن رباح. كان بلال عبدا حبشيا لا يملك مالا ولا جاها، لكن قلبه كان نقيا يبحث عن الحق. كان يتساءل: هل هذه الأصنام حجر لا يسمع ولا يرى؟ من هو الإله الحقيقي؟ وذات يوم سمع بلال بدعوة رجل في مكة يدعو إلى عبادة إله واحد، محمد صلى الله عليه وسلم، فلامس الإيمان قلبه من أول مرة، وأسلم بلال سرا. لكن حين علم سيده بإسلامه عذبه أشد العذاب ليترك دينه. وكان لا يجيبهم إلا بكلمة واحدة: أحد أحد. فرآه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاشتراه وحرره لوجه الله، واختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أول مؤذن في الإسلام. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني سمعت خشخشة عليك في الجنة. تعلمنا من قصة بلال أن القيمة ليست باللون ولا بالمال، بل بالإيمان والصبر والحق. رضي الله عن بلال بن رباح. إن وصلت إلى نهاية هذا الفيديو فصل على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات، لعل صلاتك عليه تكون نورا لك يوم القيامة.